السلام عليكم، بخير لاباس عليكم. اليوم سنتحدث عن قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مباريات قمة في الانتظار في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ونبدأ بمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، والتي تعتبر أقوى مباريات هذه الجولة، بحكم أن الفريقين هما الأقوى فنيا وجماعيا وفرق متكاملة. وفي انتظار هذه المباراة التي ستكون حماسية وقمة في المتعة. وريال مدريد بنفس السيناريو السنة الماضية يسقط مع تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وشهدت هذه النسخة من دوري الأبطال في دور الربع 3 فرق إيطالية لم يسبق هذا الأمر منذ عدة سنوات، وخصوصا في السنوات الأخيرة كان غياب الفرق الإيطالية بارز. نتحدث هنا عن لقاء نابولي وآسي ميلان، ونكهة الكالتشيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. والمباراة الأخيرة بين إنتر ميلان وفريق بنفيكا الذي تألق في كل المباريات الماضية في دوري الأبطال، لكن سيجد صعوبة ضد الإنتر الذي يتكتل في الدفاع ويضرب بالهجمات المرتدة. إذن في انتظار هذه اللقاءات التي ستكون في شهر رمضان الفضيل إن شاء الله. ورمضان مبارك سعيد لكل الأمة العربية.